صباح الخير وصباح العسل، نكمل قصيدة استرجل. في ناس أو كائنات كل معلوماتهم عن الرجولة إنه مثنى وثلاث ورباع. سبحان الله، ده اللي انت عرفته عن الرجولة والشرع. طب ما عرفتش عن الشرع والدين إن انت المفروض تصرف عليها؟ طيب قبل بقى يا بابا ما تروح كده يا غضنفر زمانك وعصرك وأوانك تفكر إن انت تقول مثنى وثلاث ورباع. روح الأول شوف، هل حضرتك بتصرف على الست دي وعامل لها مصروف شهري ومريحها ومش مخرجها في عز البرد وعز الحر تشتغل وتتهلك وترجع تعبانة وتبقى مرهقة، ويبقى ده السبب وده الحجة والحجيجة اللي انت من خلالها بتقول انا هتجوز لانها مش مهتمة بنفسها، لانها مش كذا. هل انت وفرت لها كل سبل الراحة وبتصرف عليها وبتأكلها أحسن أكل وبتشربها أحسن شرب وبتخرجها وبتفسحها ومدخل ولادها أحسن مدارس ومريحها وجايب لها ناس تساعدها، واليوم اللي ما تقدرش تعمل فيه أكل بتخلي حد يساعدها أو بتجيب بتأكلها أو بتعزمها بره؟ عملت كل ده ومكفي بيتك ومراتك وخلاص بقى، كفيت ووفيت، فناقص انك تكمل حتة انك تتجوز واحدة تانية؟ كفي الأول يا بابا واسترجل، وبعدين ابقى فكر في مثنى وثلاث ورباع يا هرقليز عصرك وأوانك.